معنا واحد هنا كان ينزل ويتسلق، خلونا نشوفه. طبعا معنا واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. أتينا إلى هنا، هذه الحرضة، هذا المكان الموحش، هذا المكان الذي تألم منها الشعب اليمني بسقوط القعقاع. طبعا اليوم ثاني يوم بعد انتشال الجثة، الناس ما زالوا يتوافدوا إلى الحرضة لأنها مكان سياحي في دمت. فهذا المكان السياحي يأتيها الآلاف من أبناء الشعب اليمني، ولكن الألم والحسرة كانت موجعة بسقوط القعقاع. متوجهين إلى الحرضة. الحرضة تحتاج جهد لما تطلع للنهاية. يلا توكلنا على الله. رحمة الله عليك القعقاع. شوف وين عاد احنا بنمشي. هذا بلس الحرضة. البلس هذا مجانا. الحرضة زي هذا، فهو كان يمسك زي هذا، يمسك القعقاع كان زي هذا الأماكن يمسك فيها، ولكن أحد الأماكن اللي كان يمسك فيها نكع. شكرا للدفاع المدني على جهوده الكبيرة في انتشال الجثة بعد عمل شاق وصعب جدا. طبعا في نهاية الفيديو بوريكم فيديو كيف تم انتشال الجثة. الناس أمس اللي أتوا من هذا لا يسقط كانوا ما شاء الله بالمئات فوق هذا الدرج، بالمئات، ولكن سلم الله. هذه دمت، والآن هذا باب الحرضة. وصلنا إلى باب الحرضة. شوفوا سبحان الله، فتح لها باب بعد جهد كبير لأنه الشمس الآن قوية جدا. تعالوا نوريكم حجم الحرضة وكبرها، كبيرة جدا يا جماعة. والفاتحة إلى القعقاع. كان شجاعا صراحة، وكان يحاول ينزل يسعد الناس ويحصل ما كتب الله. صح كان يغامر كثيرا، والرزق اللي واحد يغامر فيه يبطل أفضل، لأنه ايش النهايه؟ يا امرين اللي بيتسلقوا، في امرين، اما ان يسقط او اما ان يبطل. فتعالوا شوفوا الحرضه واسعه جدا. الحرضه يا جماعه واسعه جدا الحرضه، يعني ممكن الطول من هنا الى هناك حوالي 200 متر، والعرض كذلك. هي التليفون لا يبين، طبعا التليفون لا يبين حجم الحرضه، ولكن شوفوا يعني مساحتها كبيره جدا، مساحتها. والماء بيقل طبعا، كان الماء من قبل مرتفع جدا، الآن نزل حوالي الماء 50 متر ويمكن أزيد من 50 متر الماء نزل. والله هنا شوف طبعا المكان اللي سقط من القعقاع رحمة الله عليه كان من هذا المكان عند اسم صالح. نعم يعني وبعد ذلك سقط إلى هنا. شوف هنا ايش هذا، هنا جبل طبعا صفاه، لأن الماء بعيد جدا. شوف الماء وين، الماء بعيد، هنا مليان الصحات والقاذورات هنا، لأنه المسافة كبيرة. شوف المسافة، شوف المسافة من وين. شوف مسافة كبيرة جدا من هذا المكان، سقط إلى هنا. التلفون ما يبين على الواقع، لو تجي تشوف أنت بتستغرب، يعني المكان واسع وكبير جدا، يعني مخيف جدا. كيف كان يتجرأ وينزل لهذا المكان؟ طبعا في شباب كثير كانوا ينزلوا من قبل. هذا الحرضة، شوف الكتابات هذه كلها، شوفوا الكتابات، ما عبش مكان، العديد من كانوا من قبل القعقاع. كان في مهيب كان معلمهم، ولكن مهيب بطل. شوف هذا كلها اسماء، كلها كتابات. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعال يا حبيبي، تعال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. أين أنت ذا الحين؟ أين أنت؟ في حرضة دمت السياحية. يا سلام عليك، منين جيتي؟ من أب. جات من أب، قد جيتي من أول ولا ذا الحين بس؟ لا هذه أول مرة. هذه أول مرة. أغلب الناس بيجوا لأول مرة بعد ما سمعوا قصة القعقاع، صح؟ صح. قعقاع عند قعقاع صغير. هتنزل هناك تكتب الاسم؟ لا. كيف شفت الحرضة مخيفة صح؟ تقربي لهناك. تخاف صح، مخيفة. الله يحفظك. وانت تبي تنزلي تكتبي اسمك نازل؟ لا لو تدل مليون كم ملايين العالم كامل فلوس ما ننزل حتى لو هنا. الله يحفظك. اي اسمك؟ محمد. هذا محمد بينزل الان يقع قعقاع. يلا. هذا مكان خطر صح؟ تنصحي الناس ايش تنصحي اللي بينزلوا؟ انصحهم لا ينزلوش ابدا. ولو يدوا لهم كم مدوا؟
ولا يدوا لهم فلوس العالم كامل. لا ينزلوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله كيف حالك؟ نحمد الله ونشكره. الأخ منين؟ الزاني من ردع. الزاني من ردع. ردع. من جيت اليوم؟ جينا اليوم لعند الحرضة. من جيت؟ جينا من ردع. مالك؟ والله الأخ جاء من ردع شوف الحرضة، قد شفتها من قبل؟ أول نقلة أجي لنا لهذا البقعة. أول مرة؟ أيوة بسمعة هذا ايش الاسم؟ القعقاع. القعقاع قالوا نزل لا نازل. زعلت عليه؟ زعلنا عليه وقصينا عليه. وكيف شفت الحرضة؟ حرضة يعني قبيت أقلق وأنا خارج عاد لا منزل وأنا معي عقل. في الكاميرا ما تبش موحشة زي كذا صح؟ أيوه. كيف شفتها مخيفة صح؟ مخيفة زوبة. أدي لك 100,000 تنزل. ما اشتيني لو تديش ما اديت. حتى 10 مليون. ولا بنزل حتى هزة. هزة. معي عقل. تنزل تكتب اسمي. ولا اكتب حتى اسم من ما هو. خلاص الأخ جاء أول يوم يشوف الحرضة بعد رحيل القعقاع، ولكن شاف المكان موحش فعلا. يا جماعة التصوير غير الواقع والله، مخيفة جدا ولا لا؟ مع الواحد عقل سمع وبصر. اي والله. العسارة ما تديجي لهذا عسارة. العسارة ابوه. ايوه ما تديجي. في شباب كثير بينزلوا، كان اولهم مهيب ينزل يكتب الاسماء. صورته قبل حوالي 4 إلى 5 سنوات، وكان فيديو انتشر على مواقع التواصل. مهيب اللي صورته طبعا جبنا له نصيحة وبعدها بطل. داري لو سقط الى الهاويه الصراحه، وانا احذره ينتبه. شوف انا ذا الحين بنحذره مباشر. ما تطلعش خلاص. يعني ما عاد ينزل زي الحركات هذه. الحركات اللي كان يسويها خلاص قد احنا اظهرناها لكم. اظهرها للعالم، فانا انصح انه ما عاد كل شيء يعمل هذا. واحد هنا كان ينزل ويتسلق، خلونا نشوفه. طبعا معنا واحد هنا جبران الجعفري. هذا جبران. السلام عليكم. عليكم السلام. اسم الاخ جبران حميد صادق من جبران. هذا جبران كما اخبرونا الشباب واخبرناه انه كان ينزل يكتب اسامي. كنت تنزل تكتب صدق؟ ايوه. كم نزلت سنوات ولا اشهر ولا ايام؟ لي 3 سنين. 3 سنين وانت تنزل؟ ايوه. بعد من جيت انت؟ لانه في خبراء هنا كانوا. من بعد المهيب العنكبوت. من بعد مهيب العنكبوت. مهيب عاد بينزل؟ لا ما عليه ينزلش. مهيب الذي صورته طبعا خلاص اقتنع بعد ما نصحناه. والاخ جبران بي معك فيديوهات في اليوتيوب، في مقاطع. ايوه معك مقاطع وهو ينزل ويكتب اسماء. بكم كنت تكتب الاسم؟ ب 2000 3 ب 4. كنت تطلب الله يعني طلبت أيوة. الله في الاسماء، بس مخاطره. ايوه مخاطرة. كنت تدي حركات وعناكيب كثير هنا. الان عادك تنزل؟ لا ما ننزلش من يوم نطلع القاعة. من يوم طلع القعقاع خلاص بطلت. رجعت اطلب الله سكريم وما. رجع يطلب الله سكريم وما. خلاص بطل النزول ورجع يطلب الله بعرق جبينه بدون مخاطرة، لا يتعب أهله ولا يتعب نفسه ولا يؤدي بنفسه إلى التهلكة، لأنه مخاطرة إما تبطل أو تموت في هذا المكان. الأخ جبران بيبيع سكريم وماء، ومن هذا إيش؟ سكريم توت، ويبيع ماء ويبيع سكريم. يحمل هذه مسافات كبيرة، هذا الشنطة يتحملها مسافات كبيرة ويطلع يطلب الله بعرق جبينه. يستاهل الدعم، ومن أتى إلى الحرضة إلى هذا المكان أتمنى دعمه، لأنه بطل ينزل. ادعموه خلاص، ادعموا، اشتروا منه، لا تدوا منكم زلط. اشتروا منه، اشتروا الحبة الماء ب 1500. يلا خليه يطلب الله يوفقك. اطلب الله هذا وبيدي الله رزقك، ولا عاد تنزل أبدا. وعد ما يزيد ينزل إن شاء الله. بنشتري منها الآن وأنتم تشترون. إلى الدولة، إلى رجال الأعمال، إلى فاعلي الخير أيضا، أن يعملوا سياج على هذا المكان، على أساس ما عاد أحد يكون ينزل. خلاص هو الآن أعتقد أنه ما عاد أحد بينزل، ولكن فترة بينسوا. والأمن الآن يبدأ أنه ممنوع النزول. على فكرة القعقاع قبل فترات سجن بطلب من والده، على أساس أنه بينزل، ووالده كان يمنع من النزول. حتى أن والده تحدث أنه قبل أيام كان ربطه على أساس ما ينزل. أبوه كان رافض النزول أنه ينزل، وأمه كان ينصحوه دائما، ولكن الولد كان عاشق التسلق وكان عنده هواية وموهبة، ولكن هذه الموهبة استخدمها في المخاطرة وتوفى رحمة الله عليه. لا عتب الآن، خلاص ندعو له بالمغفرة ونحذر من هذا المكان، أنه هذا المكان خطر جدا. من نزل إلى هذا المكان طريقة إنقاذ هذا الفيديو اللي أمامكم كان في جهود كبيرة جدا، لأنه المساحة كبيرة. تشوف من هنا 200 متر إلى هناك ممكن أكثر، مساحة كبيرة جدا الحرضة. فكانت حبالات كبيرة من الدفاع المدني الذي نزل من صنعاء، غواصين، أنا أشكرهم على جهودهم، جهود جبارة بذلت من الدفاع المدني والهلال الأحمر. نوجه لهم التحية والشكر، لأنه كان في مخاطر أيضا في النزول. مش من السهل تنزل إلى هذا المكان، مش من السهل تنزل لهذا المكان، صعب جدا. شكرا للدفاع المدني، شكرا للهلال الأحمر، شكرا لمن ساهم.
في انتشال جثة العنكبوت رحمة الله عليه. احنا الآن ما إلا ندعي له فقط، ورسالتنا واضحة بعدم النزول، وأيضا عمل سياج على هذا المكان، حماية، أيضا حماية لكل شيء، لا حد يسقط أو يدوخ، مثلا واحد يشتي يوقف هنا دوخ، يعني حصل واحد يدهف واحد ولا شيء، يعني حماية، يكون سياج. وتقبلوا تحياتي من الحرضة الموحشة اللي أصبحت موحشة، كنا نحبها اليوم خلاص، أنا يمكن آخر يوم أزيد أجي الحرضة. وداعا يا الحرضة، تحياتي.